السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اييه، قال ليه مالو طاح، قال ليه راه خرج من الدار مايل. ودابا تخيل معايا انه في الوقت اللي الاغلبيه ديال المغاربه كيستنكروا هاد التعديلات اولا هاد المقترحات اللي جاو في التعديلات ديال مدونة الأسرة وكيعتبروها مقترحات هدامة للأسرة المغربية وأنها تفسد أكثر مما تصلح، وحدين أخرين قال لك اسيدي نتوما باكين غير كتنشروا في المغالطات وداكشي اللي كتقولوه راه ما كاينش وما غاديش يوقع. الجواب الاول اللي بدا غير بالضحك هو المقترح اللي فسروه بعض الناس هو الا طلقتي مرتك غتبدا تصرف عليها هي وولادك، واخا هي تمشي تتزوج بشي واحد اخر وغتولي بطريقه غير مباشره تصرف عليه حتى هو. غلط. الجواب اللي صحيح على حسب ما جا في المقترحات وماشي القوانين اللي اصلا مازال ما تصوت عليهم باش يوليو قوانين. ولادك غادي تعطيهم نفقتهم، والسيده الا تزوجات ما بقات عليها نفقه غادي تبقى تنفق على ولادك، ما عدا اللي كينكر ولادو وكيخليهم بلا صحه بلا تطبيب بلا قرايه بلا مصروف. اللي قصر هنا غادي يتحاسب عليه. واسمح لي دابا سي العوني نوضح لك المغالطه اللي درتي وانت كتحاول توضح المغالطه اللي درنا. النفقه على الاولاد هي واحد المبلغ مالي كتفرضه المحكمه باش يأديه الزوج شهريا من مور الطلاق، يعني من شهر لشهر الراجل غادي يحط لولادو الفلوس، ولكن لا من غادي يحطهم. واش ولادو غادي يشدوهم في يديهم ويصرفوا على روسهم؟ طبعا لا. هاد الفلوس كيحطهم الراجل في المحكمه اولا عند الجهه المختصه حتى تجي ليها الام ديال الاولاد وتديها، اولا الا ما كانش شي مشاكل بين الزوجين من بعد الطلاق الراجل كيمشي برجليه وكيعطيهم ليها قانونيا وشرعا وعرفا وكل شيء. النفقه اللي كيعطي الراجل لولادو كتشد همهم وهي اللي كتصيرها عليهم لانها عاقله وراشده وهي اللي عارفه اشنو اللي خاص ولادها. ولكن هل هناك ما يثبت على ان ديك الفلوس بصح غتصير على دوك الولاد؟ لا. ولكن مع ذلك الراجل خاصو يبقى ينفق بحسن نيه حتى الا كانت المراه كتستافد من ديك الفلوس للمصالح ديالها الشخصيه. في الاول وفي الاخر راه كتبقى امهم ماشي مشكل. اما هذا المقترح الجديد فراه جوج ديال الحوايج اللي المغاربه ما راضيينش عليهم وما غاديش يرضوا عليهم. اول حاجه هي ان ولادك غادي يعيشوا مع راجل خور، اي ان ولادك غادي يربيهم ليك راجل خور. واش هادشي نتايا غادي تقبلوا؟ فاذا كنت كتقبل هادشي فانت كتعتبر من الحالات الشاذه في المجتمع المغربي. شاذه ذا شاذه 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 ذا ذا شاذه 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 شاذه. اما راه 99% ديال المغاربه ما غاديش يقبلوا ان ولادهم يربيهم ليهم راجل خر. وخرجوا سول المغاربه واش تقبلوا ان ولادكم يربيهم لكم راجل خر وغادي تسمع. ثاني حاجه انا مثلا صيفط النفقه لولادي، ولادي عايشين مع راجل اخر في داره اولا في دار امهم اولا في داري اولا المهم عايشين مع راجل اخر في نفس الدار. اشنو ضمني انا ان ديك الفلوس اللي صيفطت لولادي ما غاديش تشرى دقيق وبصله ومطيشه وبطاطا وداك الراجل حتى هو يولي كياكل منها؟ انا دابا وليت كنصير عليه شفتيها. انا ما غاديش نقصر مع ولادي في النفقه، ولكن خاصني شي حاجه اللي تضمنني ان فعلا ديك النفقه اللي كنعطي كتوصل لولادي وكتسير على ولادي. الجواب الثاني واللي حتى هو غلط. الراجل اللي لا مات المراه غادي تدي 60 و70 و50 و80 وكل شيء كيشرح ويقسم والهبله دايره والناس غير كتكونسومي. لا ماشي هكا. الدار كتعتبر بيت للزوجيه وماشي ورث للزوجه بوحدها، وهي وولاد وبنات المرحوم كيعيشوا فيها وما كتحسبش في ملك الزوجه، غير هو بيت الزوجيه ما غاديش يدخل في التقسيم ديال الورث. وهذا ما يسمى بحق الانتفاع كيف ما جاء في المقترحات. يعني باش نبسطوها رجعوا لي مات السيزيام هلك هالك وخلى 10 قطار وموتور وزريبه ودار فين ساكن. كل شيء غادي يتقسم ما بين الورثه. ال10 قطار والموتور والزريبه الا الدار اللي هو بيت الزوجيه غيبقاو فيه مواليه بحق الانتفاع حتى يقضي الله اجل، وديك الساعه يقسموه ولا يخليوه شغلهم هذا. مادام انك رجعتي للسيزيام ورجعتي للكتاب ديال التربيه الاسلاميه فبغيناك تجبد لينا الله يرحم لك الوالدين امتى قريتي ان بيت الزوجيه ما داخلش في الورث، او لا جبد لينا امتى قريتي انه يحق للزوجه الانتفاع ببيت الزوجيه دون اذن الورثه. ما كاينش. الزوجه مباشره منين كتسالي العده ديالها فالا كاين شي ورثه إلا كاين شي ورثه، حيت راه ماشي كاع العيالات في المغرب مزوجين ووالدين غير البنات وماشي كاع العمام اللي في المغرب قلالين الدين والتربيه. فالا كملات العده وكاين شي ورثه شرعا اللي عنده شي حق يجي يشدو، وحق الانتفاع كيكون باذن الورثه ماشي من عقل الزوجه او لا من شي جهه اخرى. اصلا غير بعض ديال الحيوط شايدين معاهم نقاشات الدائره كلها على بعض الحيوط. الامر خدام منحى اكثر ما هو خصو يكون فيه. هذوك اللي كتقول عليهم 4 ديال الحيوط السي امين راه كاين اللي سروالو متقوب وما قادرش يشري سروال باش يدير دوك 4 الحيوط وما دارهمش. كاين اللي خدام هو ومرته وولادو وما داروهمش. الناس راه بغات تموت على قبل مسكن وما لقاتوش، وانت كتقول لي 4 الحيوط؟ سير سول الناس اللي عايشين في الكرا
وهما غادي يقولوا لك. الله يهديك صاحبي، راه هادشي اللي واقع بخصوص مدونات الاسره راه امر عظيم جدا، فما تبقاش تصغر فيه وتقزم فيه وتسفه فيه بحال الا راه ما واقع والو. الجواب الثالث واللي حتى هو غلط، هذا الجواب ديال الحكيمي، ماشي ديال اللاعب حكيمي، ديال القضيه الحكيمي اللي طراتو مع مرته. دارت بزاف ديال الشائعات باللي كل شيء غيولي 50% 50% بين المراه وراجلها، بين الراجل ومرته. لا، ماشي بهذه السطحيه. الامر مفصل كالتالي: من بعد الزواج الراجل والمراه راه كيخدموا بجوج، سواء برا سواء لداخل. المراه خدامه ربة بيت في الدار، هذاك كيتعتبر مجهود وسيقدر بثمن، وهذاك الثمن غادي يدير له تقييم. مازال ما خرجوش التفاصيل كيفاش غتدار هذا المسطره، باش لا قدر الله وبغاو يطلقوا هذاك الشيء اللي داروه هما مزوجين راه داخل فيه حتى حق المراه، وخص الراجل يعطيه لها. وفي حاله ما بيناتهم تا مشاكل وراجلها مات، قبل ما نبداو نقسموا التركه خاص حقها يتعطى لها، اللي خدمات عليه هي وراجلها، اللي هو في الحقيقه داروه بجوج. اسمح لي يا خويا امين نقول لك انك هنا عاودتي قلتي نفس الهضره اللي قالها كل شيء، غير عاودتي الصياغه ديالها وصافي. المضمون ديال الهضره بقى هو وهو ان المراه كتسال واحد النسبه في الفلوس ديال راجلها سواء كانت خدامه او لا. انا متفق معك على انه مازال ما بانش شحال ديال النسبه اللي غادي تاخذ هذه المراه، ولكن واش في نظرك واحد الجهه اللي كطالب بالمساواه بين الذكر والانثى في الارث اللي هو الشرع ديال الله غادي ترضى باقل من المساواه في قوانين وضعيه دارها البشر؟ ما غاديش نقول لك اصلا ان هادشي مخالف لشرع الله، حيت هادشي راه واضح ووضحوه بزاف تاع العلماء والمشايخ اللي انا ماشي منهم بطبيعه الحال، ولكن انا مجرد مسلم من عوام المسلمين اللي عارف شي حويجات في الدين بديهيين واللي كاع المسلمين عارفينهم. ولكن مادام انك انت كتحاول تناقش بمنطقيه والشرع ما دخلتيش كاع في الحسابات ديالك، فبالله عليك واش منطقيا ما بانوش لك ان هاد القوانين غادي يرفعوا النسبه ديال الطلاق في البلاد وغادي يرفعوا حتى النسبه ديال العزوف عن الزواج عند الشباب؟ هادشي راه باين العمى وغير اللي ما بغاش يشوفوا. عاد زيد النقطه الرابعه اللي هضرتي عليها واللي قلتي فيها ان الطلاق ما غاديش يولي ساهل كيف ما كيحسب بزاف ديال الناس، وانه غادي تدار هيئه ديال المصالحه اللي غادي تولي تصلح بين الزوجين اللي باغيين يطلقوا. فبالله عليك مره اخرى، وحدين اللي فشلوا والديهم والناس القراب ليهم انهم يقنعوهم باش ما يطلقوش، غادي يقنعوهم الناس ما كيعرفوهمش لا من قريب ولا من بعيد. شويه ديال المنطقيه يا صاحبي. عاد زيد انه قلتي باللي هادو راه باقيين غير مقترحات ومازال ما ولاوش قوانين، ما كاين لاش يتناقشوا دابا وتعطاهم اكبر من الحجم ديالهم. ياك شريف نجلسوا حنا دابا ونديروا يدينا على حنوكنا حتى يولوا قوانين ويتفاعلوا في المجتمع ويطبقوا على الناس، وحتى يولوا الناس شد لي نقطع ليك والمجتمع يتخرب. عاد نوضوا حنا نقولوا لقد وقعنا في الوقت. الا تم التفعيل ديال هاد القوانين اخويا امين، عاد من بعد جيت انا وانت نهضروا، ديك الساعه غادي يسري علينا القانون ديال انه ان لم تحضر وقت الشكايه لا يقبل من لا صاحبي، ديك الساعة غادي يسري علينا القانون ديال انه ان لم تحضر وقت السفر لا تقبل منك شكاية، او لا غادي يسري علينا القانون ديال خلص عاد شكي. عاد زيد فين عمرك شفت الحكومة خرجت شي مقترح للمجتمع المغربي باش تشوف الاراء ديال الناس؟ ما كاينش. كتنوض مع الصباح كتلقى القانون مديور مطبق مفعل. بحال هاد الساعة الاضافية مثلا دايرة مشكل لعباد الله وخصوصا النساء، بنات مساكن وعيالات فايقين مع الفجر غادي للخدمة، بنادم فيق في الظلام والنجوم باقيين في السمو كيقول لك تعطلت. واش الحكومة حيدات هاد الساعة الاضافية؟ ما حيداتها، بمعنى انه الحاجه الا مشات حتى الطبقات صافي راه ما عندك ما دير. الحمد لله دابا لا، الملك الله ينصرو عطى الاوامر ديالو باش هاد المقترحات يخرجوا للمجتمع المغربي باش يشوف الاراء ديال الناس. الا سكتي انت وانا وهذاك وهادوك وهاديك فهادشي كيعني اننا موافقين على هادشي، فلهذا المواطن المغربي الاصيل المسلم ما خاصوش يسكت. الحمد لله كاين التليفون، كاين اليوتيوب، كاين الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي كاملين. استنكر اخويا ولا اختي هاد المقترحات باللي قديتي عليه، ستاتي فيديو ستوري، وحتى الا ما قديتيش غير بارطاجي. عاد زيد هاد الهيئه اللي اقترحات هاد القوانين واش اجتهدت وجابت لنا شي قوانين من راسها؟ غير قوانين كاينين في دول غربيه جابوهم لينا وبغاو يطبقوهم علينا، اهو دا اللي حنا فالحين فيه. كنجيبوا من عند الغرب غير الانحلال الاخلاقي والحوايج اللي غادي يخرجوا لينا على المجتمع ديالنا، العرا والسفاهه والشذوذ الجنسي وطانقه في الودن وحاجب مشرط. اما باش نصايبوا شي طياره مثلا لا، سبيطارات مزيانين لا، شي بنيه تحتيه مزيانه لا، الاسره هي الحاجه الوحيده اللي باقي كنشموا فيها الريحه ديال تمغربيت، بغاو يحيدوها لينا حتى هي. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا هو الاخر ديال الكلام. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم.